اهلا بيكم في كورس لينكس للبيجنرز الحلقه الرابعه. كنا اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن واي وي يوز لينكس، ليه بنستخدم لينكس، وهاو تو داونلود كاي لينكس، او ازاي ان احنا نعمل له انستول على فيرتشوال ماشين، واكسبلورنج كاي لينكس. ده اخر حاجه كنا اتكلمنا فيها. النهارده ان شاء الله وصلنا للتايتل الرابع، وهو ديفرنس بتوين كيرنل وتيرمينال وشيل. ودي اكتر الاسئله اللي بتجيلي دايما من الطلاب، ايه الفرق بين الثلاثه. ده اللي احنا هنشوفه النهارده ان شاء الله. ركزوا معايا ويلا بينا عشان نبتدي الشغل. طيب، ديفرنس بتوين كيرنل تيرمينال شيل. قبل ما نبتدي شرح الثلاثه حابب اتكلم معاكم الاول في تفاصيل جسم الانسان. تفاصيل جسم الانسان اهم عضو فيه هو القلب. من غير القلب الانسان مش هيقدر يعيش. فالكيرنل ديفينيشن بتاعها بيقول the most important part of the operating system. كيرنل ما معناه بالعربي يعني نواه او قلب. اذا هو قلب الاوبريتنج سيستم بتاعك. يعني النظام برضه ما يقدرش يعيش من غير القلب بتاعه. لو القلب بتاعه مش موجود النظام ما يقدرش يعيش. ليه ما يقدرش يعيش من غير القلب بتاعه؟ لان هو كوميونيكيشن بتوين سوفت وير وهاردوير. هو اللي بيتواصل ما بين السوفت وير والهاردوير بتاعك. The primary interface between the hardware and the process of a computer. اذا الاوبريتنج سيستم من غير قلبه مش هيقدر يعيش. يبقى هو قلب الاوبريتنج سيستم بتاعك، نواه الاوبريتنج سيستم بتاعك. عشان كده وصفناه the most important part of the operating system. اما بالنسبه للتيرمينال، a device combining keyboard and display screen that communicates with a computer. يعني ايه الكلام ده؟ يعني التيرمينال هو من الاخر منفذ الاوامر. هو ده اللي احنا بنديله الامر عشان ينفذه. بنقول له مثلا، بنكتب له مثلا كوماند معين، بنقول له افتح الفولدر الفلاني يقول لك حاضر افتح الفولدر الفلاني. اذا بنديله الامر وبنقول له نفذ الامر يقول لك حاضر. طيب، التيرمينال ده متوصل مع الكيرنل بشكل مباشر؟ يعني هل التيرمينال متوصل مع القلب بشكل مباشر؟ الحقيقه لا. لان التيرمينال ده ممكن نعتبره مثلا زي ايدك. هل ايدك متواصله مع قلبك بشكل مباشر؟ الحقيقه لا. فاذا التيرمينال مش متوصل مع الكيرنل اللي هو قلب الاوبريتنج سيستم بشكل مباشر. طب انت دلوقتي هندسه بتقول ان التيرمينال مش متوصل مع الكيرنل بشكل مباشر. طب ازاي التيرمينال متوصل مع الكيرنل؟ والله الوسيط ما بينهم هما الاثنين حاجه اسمها شيل. شيل بمعنى ايه؟ انترفيس بين ذا يوزر اند ذا اوبريتنج سيستم ذات انتربتس اند اكسكيوتس كوماندز. هو ده اللي بيعمل اكسكيوت للكوماند. الشيل ده ممكن نعتبره ايه في جسم الانسان؟ ممكن نعتبره العصب. هل ايدك بتتحرك من غير عصب؟ لا طبعا. اذا الوسيط ما بين القلب والدراع هو هيكون مين؟ هيكون الشيل. طبعا انا بوصف لكم الكلام ده بشكل بيولوجي عشان بس تفهموا معايا الوضع، لكن طبعا الحقيقه احنا هنشوف الفهم اكتر وهنفهم اكتر على الكالي لينكس دلوقتي. واحد دلوقتي ممكن يقول لي انا مطالب ان انا احفظ كل الديفينيشنز دي، انا مش قادر ان انا احفظها، الموضوع صعب. حضرتك المفروض فهمت المعنى وتقدر ان انت تعبر باسلوبك وتقدر ان انت توضح معاني كل واحد فيهم هم الثلاثه، غير ان حضرتك دلوقتي هتفهم معايا بشكل عملي وهتكون فهمت كل حاجه. طب ليه انا حاطط المصطلحات دي؟ علشان بس تكون واضحه لعينك وانت بتقرا وبتفهم وبتسمع، علشان الموضوع يكون سهل معاك. يلا بينا نروح على الكالي لينكس عشان نشوف ايه موضوع التيرمينال ده. ومن المفترض ان حضرتك نزلت خلاص الكالي لينكس من الفيديو اللي فات، زي ما اتعلمنا ازاي ان احنا نعمله انستول على فيرتشوال ماشين. فيلا بينا نفتح الكالي لينكس سوا من على فيرتشوال ماشين ونشوف موضوع التيرمينال والشيل. طيب، هنفتح الكالي لينكس بتاعنا من على فيرتشوال ماشين زي ما قلنا، اليوزر والباسورد كالي. بعد ما فتح معانا هنروح على التيرمينال من فوق، هندوس كليك شمال عشان نفتحه. هيفتح معانا بالمنظر ده. عشان نشوف الفرق ما بين الثلاثه على التيرمينال، وهو ده منفذ الاوامر اللي احنا كنا لسه شارحينه على الباوربوينت. هكبر بس الفونت عشان الناس تبقى واضح معاها. طيب دلوقتي هكتب كوماند ls على التيرمينال ونشوف ايه اللي هيحصل. اللي حصل ان هو جاب لي المحتوى اللي موجود على الكالي او الكونتنت اللي موجود على الكالي، زي الديسكتوب والدوكيومنت والخ، زي ما انتم شايفين كده قدامكم. ما يهمنيش ان حضرتك تفهم يعني ايه ال اس او ايه الكوماند اللي انا بكتبه ده دلوقتي، لان احنا كده كده هنشرح كل الكلام ده بالتفاصيل على مدار الحلقات اللي جايه زي ما اتفقنا ان شاء الله. قد ما يهمني انك تعرف الفرق بين الكيرنل والتيرمينال والشيل. فعلشان اقدر افهمك الفرق بطريقه عمليه هشرح لك الوضع عن طريق كوماند. برضه عشان لو في ناس تاهت مني بقول تاني، احنا دلوقتي فاتحين التيرمينال اللي هو منفذ الاوامر، اللي هو الشاشه السوداء اللي قدام حضرتك دي دلوقتي. ايه غرضنا من الشاشه السوداء دي؟ اني اوري لحضرتك الفرق ما بين الثلاثه، ما بين الكيرنل والتيرمينال والشيل. ازاي التيرمينال بيتواصل مع الكيرنل عن طريق الشيل. طيب دلوقتي حضرتك انا هكتب ls ما معناه ليست، وزي ما قلنا احنا هنشرح التفاصيل دي على مدار الحلقات ان شاء الله. جميل. هل الكيرنل فهم يعني ايه كلمه ls؟ مستحيل. ليه؟ لانه هو مبني على اكواد سي واسمبلي، فالموضوع بيكون صعب بالنسبه له ان هو يفهم، وزي ما قلنا ان هو ما بيتواصلش مع التيرمينال بشكل مباشر. اذا مين اللي هيفهمه؟ اللي هيفهمه هيكون الشيل. الشيل اللي هيقول له ls بمعنى ليست، وري لليوزر محتوى الفولدر اللي هو فاتحه، ليست للفولدر ده. عشان كده بيطلع لي الديسكتوب والدوكيومنتس وكل الفولدرات اللي موجوده على الكالي. جميل. فالشيل بيقول للكيرنل خلي التيرمينال ينفذ لليوزر ليست علشان يشوف المحتوى اللي موجود على الفولدر. جميل. فعلشان كده لما بندوس ls بيبتدي ان احنا نشوف ديسكتوب، دوكيومنتس، داونلود، وميوزك وبقيه الحاجات. اذا دلوقتي الوضع اللي حصل قدام حضرتك ده معناه ايه؟ معناه ان التيرمينال لما عشان ينفذ الامر
بيبعت للشل الاول عشان يروح يترجم للكيرنل، والكيرنل يقول له يلا يا تيرمينال نفذ الامر، يلا يا تيرمينال اعمل ليست لليوزر، ليست للفولدر اللي موجود لليوزر. اذا الشل بيترجم الكوماندز للكيرنل عشان الكيرنل يدي الاوردر للتيرمينال والتيرمينال ينفذ الامر. طب هل الشل ليه انواع؟ طبعا ليه انواع، زي مثلا الباش والار باش والسي باش، بس احنا هنتعرض على مدار الكورس ان شاء الله للباش، لان الباش هو الاكثر استخداما في الكالي لينكس، وطبعا اكيد كل واحد فيهم ليه ميزه بتميزه، وكل واحد فيهم طبعا اكيد مختلف عن الثاني، بس انا زي ما قلت احنا ان شاء الله هنتعرض على مدار الكورس للباش. طيب لما انا قلت له ال اس فعلا الوضع اتحقق زي ما فهمنا سوا، وقدرنا ان احنا نشوف ليست للفولدر اللي احنا كنا عايزين نشوف له الكونتنت بتاعه. طب ما تيجي نجرب كده، نقول له ال دي، بيقول لي نو انبوت فايلز. طب تعالوا كده نجرب اي حاجه ثانيه، يعني مثلا اي حاجه زي كده، فطلع لي كوماند نوت فاوند. يعني ايه كوماند نوت فاوند؟ الشيل اللي هيبتدي يترجم للكيرنل عشان يقول للتيرمينال نفذ الامر مش فاهم الكوماند اللي انت كاتبه ده، لان مفيش اصلا كوماند للموضوع ده. هيترجم ايه بالظبط؟ لما كانت ال اس هو قدر يترجمها لان هي معناها ليست، دي حاجه كوماند موجود في الكالي لينكس او في التيرمينال، انما اللي انت كتبته ده كله مش معترف بيه، فهيترجم ايه بالظبط؟ فساعتها الباش هيقول لك كوماند نوت فاوند، مش هقدر اترجم لك اللي انت عايزه ده لان هو مش موجود عندي من الكوماندز اللي انا عارفها. اذا حضرتك كده اكيد فهمت ان الكيرنل هو قلب الاوبريتنج سيستم اللي احنا بنستخدمه، لان من غيره مش هنعرف ننفذ اي تاسكات ولا هنعرف ننفذ اي كوماند بنكتبه على التيرمينال. وزي برضو ما فهمنا ان الشيل هو اللي بيترجم الكوماندز للكيرنل عشان الكيرنل يبعت للتيرمينال ويقول له يلا ابتدي ران الكوماند اللي احنا عايزينه. فاظن ان احنا كده فهمنا الفرق بين الثلاثه. الكيرنل هو قلب الاوبريتنج سيستم، الشيل هو الوسيط بين التيرمينال والكيرنل، والتيرمينال هو اللي هنكتب عليه الكوماندز اللي احنا عايزينها. خلينا بقى نخرج من موضوع التيرمينال ده ونروح لموضوع تاني، وهو ليه احنا بنستخدم التيرمينال اللي هو الشاشه السوداء اللي بنكتب عليها الكوماندز، ولو ان الكالي لينكس جي يو اي جرافيك يوزر انترفيس. زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت احنا نقدر نعمل كرييت فولدر والكلام ده كله. دلوقتي احنا هنشوف الجزئيه دي اهميه التيرمينال بالنسبه لنا ايه، ولو ان الكالي لينكس بيحتوي على جي يو اي، علشان زي ما قلنا قبل كده الجي يو اي مش بيقدر ينفذ لي سكريبتات او يكتبها، لكن التيرمينال من خلاله تقدر تكتب سكريبتات وتنفذها وتعمل كل حاجه من عليه. وتاني حاجه سيرفرات زي سيرفرات الاوبنتو مش بتستخدم الجي يو اي وبتستخدم في اغلبيه الوقت التيرمينال، فلازم حضرتك تعرف تكتب سكريبتات عشان تقدر تنفذها من خلاله. فحضرتك بيجي لك سكريبت جاهز او انت بتعمل سكريبت وبتنفذه من خلال التيرمينال في الاوبنتو. فاذا برضو الاوبنتو سيرفرات الاوبنتو ما بتدعمش الجي يو اي، هي بتدعم برضو التيرمينال. غير كمان ان الجي يو اي على قد ما هو جميل كده وشكله شيك، كل ده بيسحب من الرامات والسي بي يو فبيبطئ السيرفر بتاع حضرتك. لكن لو من خلال التيرمينال مش هنحتاج الجي يو اي في اي حاجه، فمش هيبطئ لي الدنيا وكل حاجه هتتم بشكل بسيط وبشكل سريع. كده احنا خلصنا النهارده، وان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه من كورس لينكس للبيجنرز. بتمنى لكم التوفيق دايما. سلام.